فخ التمسك، الفخ اللي بتقع فيه أقوى البنات، مش لأنك غبية ولا لأنك ساذجة، ولكن عشان انتي بتحبي بقلبك ومش بتشغلي عقلك في العلاقات، فبتقعي في الفخ ده. خليني أقولك إن اللي بيجري وراكي وهو مرفوض مش هو ده العريس. يا مساء الجمال على كل بنوتة غالية بتسمعني. النهاردة هتكلم في موضوع بيقع فيه أحسن البنات وأقواهم، وهو وهم التمسك. بتفتكري إن اللي انتي بتصديه مرة واتنين وعشرة ولسه مكمل وتعبان عشان يوصلك إن هو ده اللي بيحبك بجد، بس الحقيقة إننا ساعات بنكون بنغذي عند الشخص ده غريزة الفوز بالهدف مش أكتر، ودي صفة بتكون موجودة في الشخصيات المتلاعبة. تعالى أقولك الفرق بين الراجل اللي كرامته غالية عليه والراجل اللي انتي بالنسبة له مجرد تحدي عايز يكسره. النقطة الأولى، الراجل اللي بيحترم حدودك ابن الأصول، اللي لما يقرب منك ويحس انك مش حابة او انك حاطة حاجز بيحاول مرة واتنين من باب ان جايز عندها سوء تفاهم، جايز بتتقل شوية او محرجة مني، لكن تأكدي انه اول ما يعرف او يحس ان انتي رافضاه من قلبك ومش قابلة قربه بيبعد فورا. ليه؟ عشان كرامته فوق اي اعتبار، ولانه شخص حقيقي مش بيدور على التلاعب، وعشان هو بيدور كمان على سكن، مش بيدور على خناقة. الشخص ده لما ترفضيه بيكبر في نظرك لأنه محترم رغبتك. النقطة التانية بقى، الشخص الصياد اللي نفسه تلاقيه طويل قوي في الرفض، وكل ما ترفضي كل ما تلاقيه متمسك فيكي. النوع ده كل ما تصديه تمسك بيكي أكتر، مش حب فيكي، ده تحدي لنفسه. انتي بالنسبة له هدف لازم يوصل ليه، عشان هو ما ينفعش حاجة يخسر فيها وما ينفعش بنت ترفضه، لازم يوصل عشان يثبت لنفسه انه يقدر. وكل ما تصغري منه او ترفضيه يقرب اكتر لانه بيعند اكتر مع نفسه، وهنا هتلاقي ان كرامته على جنب لان هو مش حاطط اي شيء قدامه غير انه يوصل ليكي. المشكلة بقى هنا انك اول ما بتسلمي وتفتحي قلبك وتثقي فيه بتقعي في فخ التمسك، وبتفتكري ان الوقت الطويل ده وتمسكه بيكي اثبات على حبه، ولكن بتتحولي بقى